المهم انا سميتي حمزة، عندي 21 عام. غادي نعاود لكم القصة ديالي مع الديب ويب، كيفاش بدل لي حياتي وكان غادي يخرج عليها كاع لهاد الدرجة. المهم الاخوان، بلا ما تفكروا تدخلوا لداك الديب ويب حيت هو واحد العالم اللي بوحديتو. المهم نبداو مع القصة ديالنا. انا فاش كنت صغير كنت مبلي بشي حاجة سميتها البيسيات الانترنت، لدرجة اني كنت كنبطل السوايع باش نمشي للقهوة ونشد من عند الوالد الفلوس باش نبقى مكونيكطي في يوتيوب انستغرام. المهم داكشي تبقشيش عندي مع برا وجود. واحد المرة كنا داخلين عند جو بونس عند الفرنسي ما بين الساعة والساعة كيعطيونا ديك 5 دقايق. المهم مشيت انا والعشرين تا واحد الدري عشير وسميتو السي محمد، بدا كيهضر لينا على الديب ويب، انه كيشوف شي فيديوهات تيخوفو، كيبيعوا الاسلحة المخدرات، المهم اي حاجة ممنوعة كتباع، ولكن هو ما كيكونش في جوجل داك المواقع ديال الديب ويب، دونك ما فيهمش الحماية وداك الشي غير قانوني بهذا المصطلح. المهم انا فاش دخلت من عنده، دخلنا من الاستراحة صافي الناس متبعة قرايتي وانا كنفكر في الديب ويب شنو فيه، كيفاش نقدر ندخل ليه، شنو فيه. المهم جاني الفضول بغيت غير نعرف، بقيت مستني بفارغ الصبر حتى خرجنا مع 12. مشيت للدار هزيت البيسي، طلقت الويفي، خدمت البيسي ديالي، بقيت كنقلب على الطريقة كيفاش ندخل لهاد الديب ويب حتى صبت واحد المتصفح اللي سميتو انطو. المهم دخلت لداك الديب ويب، بقيت كنبقشش تما، داكشي جاني عادي بحال الفيديوهات في يوتيوب فهمت. حتى بديت كنتعمق شويه وندخل واحد السيت اللي بلا ما نذكر سميتو. المهم دخلت لداك السيت، تسجلت في واحد الاكونت ديالي، درت المعلومات سميه وهميه فهمتي، عقاش اي حاجه عمرك دير سميتك. دخلت كنشوف واحد الوحدين كيهضروا في الشاط. المهم بقيت كنشوف داك الشاط، قلت خرجت وانا نقول عاود خرجت من داك السيت ونقول الله تندخل لداك الشاط نهضر معاهم. المهم دزت واحد 2 دقايق صيفط لهم ميساج، صيفط هاي في داك الشاط. المهم حتى شي واحد ما جاوب، صافي على غفلة تسد داك الشاط، ما بقى حتى شي واحد كيهضر، حتى دازت شي 5 دقايق، جو بونس 20 دقيقة، 20 ثانية هو يجاوبوني. قالوا لي قال ها هي واحد الضحية جديدة. انا بديت كنضحك ها ها، قال لي واش تحبني كنلعب معاك، وانا يسحب لي كيضحك قلت انا وانا نبدا كنضحك معاه. المهم قال لي انت غادي تكون هو الضحية ديالنا، وحنا غادي نقلبوا عليك فين كتسكن وشحال عندك من عام، وغنعرفوا عليك كلشي وغادي نجيو عندك حتى للدار. المهم انا عند صاحبي تيضحك، واحد شويه تخلعت صافي وانا نخرج من داك السيت، طفيت البيسي طفيت الويفي صافي ونرجع عاوتاني مع الجوج للمدرسة. جيت مع 6 كندخل داك الشاط نيت، كندخل داك السيت كيوصلنا واحد الميساج كيقول لي واش يا حمزة، وكيصيفط لي واحد التصويره. ديك التصويره قبل ما نفكها تخلعت، انا قلت غير يبغي يخلعني حتى كنشوف فيها هاد الصوايرتي تما الدراري تشوكيت ديال بصح، تشوكيت ديال بصح. الغد دخلت المدرسة وكنت متشوق باش نعاود هادشي للدراري، مشيت عاودتو ليهم قالوا لي واه انت غير كتكذب اصاحبي، جبتهم معايا للدار وريتهم. دخلت كنشوف جاتني رسالة اخرى يقول لي انت غادي تموت، حنا عرفناك فين كتسكن، حتى كيصيفط ليا 2 تصاور ديالي انا ودي وحده ديالي مع الوالده. الدراري تسحبوني تنضحك انا تما صافي تشوكيت، كنت غادي نسخف، والله كنت غادي نسخف بالخلع. من تما الدراري شافوا الملامح ديال وجهي تغيروا وعرفوني ما كنضحكش وعرفوا داك الشيء ديال بصح. الدراري تخلعوا، طفينا البيسي، فورماطينا البيسي، ما عرفنا كي نديرو. صافي دازت واحد 6 شهور حتى كتبان لي واحد الحاجة في الحومة غريبة، واحد الطوموبيل كحلة ديما كتبقى مستاسيونة حدا الباب، حدا في الدريبة ديالنا. نهار على نهار كتبقى تقرب من الدار. واحد المرة فقت مع الصباح حتى كنصيبها مستاسيونة قدام الباب زعما حدا الدار ديالنا. المهم تما خريت ديال البصح، تخلعت بزاف، مشيت عند البوليس قلت لهم كدا كدا، قالوا لي ما عندنا ما نديرو مادام هي ما كتأذيك ما والو، ما عندنا ما نديرو، خلاها تستاسيوني تما. المهم قالوا لي ولكن غادي نضربو شي دورة. المهم الغد عاوتاني كنفيق كنلقى واحد الصندوق، قلت غيكون مكتوبة فيه سميتي حمزة، غيكون شي واحد في الدراري صحابي حط لي داك الصندوق. المهم دخلت للدار فكيت داك الصندوق، تلقى فيه رسالة يسحب لك ما غاديش نعرفوك فين كتسكن، احنا جينا حتى لعندك ودابا غادي تشوف معنا الجحيم.
شي انفو الاخوان، سمعت قريت ديك هاديك الورقة، والله الاخوان تبلت في سروالي بالخلع اقسم بالله. المهم كيوعيا يجيني واحد البريد الغد ليه واحد الصندوق عاوتاني كاتبين فيه غيجيني هاد النهار هذا فرحان اما كنت صفيتها ليك، وهاد المرة منتحاولش تلعب معانا ولا غادي تندم على حياتك. انفو الاخوان. وانا بطبيعة الحال قبلت الرسالة صافي، ديك الطوموبيل مبقاش كتستاسيوني قاع في ديك الدريبة. المهم الاخوان هذا ما كان، اذا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص قولوا لي نبقى نعاودهم ليكم، وبالروج انا راه كنعاود لكم قصة ومخلوع واخا ما يدير والو. المهم هاد القصص الدراري راهم زوينين، ومن بالروج ولا خويا دير واحد اللايك واحد الابوني واحد الكومونتير وتهلا.